طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، لكن قبل أبدأ الكلام شوفوا الفيديو ده وركزوا في الكلام اللي بيقوله الزول ده. منطقة جحر جحر فار فار كيوانا عارفينكم كيوانا شغالين معاكم كتار عارفينكم والمعاونين معاكم كان مرة كان راجل كان دخلت بطن اماتكم بنجيبكم. الله اكبر. طبعا الزول ده قاصد حاجة معينة. لما قال يا ناس كي أو ونن كي، هو قاصد قبيلة معينة، واللي هو كل العالم عارف الزول ده قاصد يا قبيلة. ونحن السودانيين عامة عارفين ونن كي بترمز لياتو قبيلة. طيب انت يا اخوي لو عندك قصد مع زول معين او مع اثنية معينة، احسن تكون واضح وتقول يا فلان ويا علان بدل اللف والدوران. وانا كيدي انت قاصد بها مثلا زول، انت قاصد زول انت عارفه مثلا متعاون، قاصد زول انت عارفه في الدعم السريع، قاصد زول في المنطقة اللي انت قاعد فيها، اذكر الزول. لكن انت ما تشمل القبيلة بالكامل. ليه؟ انا حاليا اللي قدامك ده انا زول كفرد في القوات المسلحه السودانيه، ما بقبل منك انك تهين قبيله معينه حتى لو دي ما قبيلتي. ليه؟ لانه دي الحاجه اللي بتودينا للحروب القبليه، ودي باعتبارها فتنه، والفتنه نائمه ولعن الله من ايغزها. ونن كي وشنو ما عارف. انت المجتمع اللي انت ذكرته ده او الامه اللي انت ذكرتها دي فيها ناس قدموا ارواحهم. ما اقدر اديك امثله كثير، انا بديك مثال زي مثلا عثمان مكاوي، ده رمز البساله ورمز الشهداء، وحاليا معروف في كل السودان او في كل بقاع العالم ان الزول ده واحد من ابطال القوات المسلحه السودانيه اللي قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن. طيب انت لما تجي تذكر القبيله يعني القبيله كلها انت دخلتها مع الجماعه. نحن الجماعه دي بنحارب فيهم وبنقدم ارواحنا. نحن في الميدان بنقدم ارواحنا. انت لما تجي تقول ناس ونن كي عارفينكم انتوا كلكم تبع الجماعه او كده، انت قاصد شنو؟ يعني قاصد فتنه، قاصد انه خلاص الجماعه دي كلهم يهيجوا ويطلعوا والزول ده ذكرنا والكلام الفارغ ده. دي ما بتحصل. وانا بحيي الجماعه اللي وقفوا واعلنوا اعلنوا اعلنوا اعلنوا. والله ما قادر ذاته ارد لك، ما اعرف ذاته. المهم اعلنوا تضامنهم مع الإثنية اللي انت ذكرتها دي، ووقفوا ضدك وروك الحقائق. انا والله بحييهم، والله التحية لكم. ونحن كلامك ده ما بخلينا نحن شنو نغير مسارنا. والله 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 نحن بنقدم ارواحنا دي فداء لهذا الوطن. واقسم بالله العظيم انت لو قاصد انك تسبب فتنه، لا والله انت يا داب زدتنا اصرارا في انه شنو ننهي التمرد. انت لما تتكلم بالطريقه دي انت ما بتفرق عن المتمردين اللي احنا بنحارب فيهم ديل. فالناس ما تباري الشخصيات الزي دي، لانه بجد كده ده انا شايفه ما بيمثل القوات المسلحه ولا بيمثل المجتمع السوداني. لانه احنا كسودانيين معروفين، ما القبليه دي المفروض الناس تخليها، واحنا خليناها من زمان. فما في داعي لا وننكي ولا غيره. ده الكلام اللي حبيت اوضحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.